يواصل منتخب البهايوث معسكر التدريبي في السليمانية تحضيرا لبطولة العالم المقبلة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. من المعسكر التدريبي الداخلي يبدأ البحث عن الإعداد الجيد لتجهيز منتخب البهايوث، وهو يواصل تدريباته اليومية في محافظة السليمانية لمدة 10 أيام قبل التوجه لخوض غمار منافسات بطولة العالم. في المعسكر على الانتهاء، وصلنا لجاهزية من اللاعبين مستوياتهم بدأت تصعد الحمد لله والشكر. نأمل إن شاء الله نحقق نتائج في بطولة العالم إن شاء الله، وإن شاء الله إنه المنتخب العراقي نحقق إنه أول فرقيا. نأمل هذا طموحنا إن شاء الله، ليس فقط إنه نحقق نتائج فردية، بل نأمل إنه نحقق أول فرقيا، وإن شاء الله إنه نمثل العراق في أحسن تمثيل. استمرار المعسكر التدريبي الوحدة الصباحية والمسائية بقيادة الكابتن عباس محمد، وشكرا للاتحاد العراقي المركزي للبهايوث على دعمه المعنوي، وإن شاء الله تحضير لبطولة العالم في إيران الشهر المقبل. وحدة تدريبية صباحية وأخرى في المساء، فيهما الجهاز الفني رفع وتيرة التدريبات للاستفادة القصوى من مخرجات المعسكر قبل انقضائه. باشرنا هذا المعسكر والحمد لله والشكر، طبقنا جميع الخطط من قبل المدرب، والحمد لله والشكر شارفنا على الانتهاء من المعسكر التدريبي، والتحضيرات باتت جيده، والحمد لله والشكر راح نرفع العلم العراقي بالبطوله القادمه، والحمد لله والشكر نتائج جيده ان شاء الله. وصلنا الجهوزيه التامه ان شاء الله قبل نهايه المعسكر، والتوجه الى بطوله العالم القادمه، وان شاء الله النتائج محققه. مع نهاية أيام المعسكر هذا، منتخب البهايوث يحزم الحقائب للتوجه للعاصمة الإيرانية طهران، والجميع يأمل بتحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم. من السليمانية، مؤيد الهاوي، العراقية الرياضية.